بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ معاكم احمد الباز، والنهاردة فيديو جديد عن التدريب للضيافة الجوية. النهاردة هيكون فيديو مليء ودسم جدا، مليان معلومات كتير جدا. ايه اللي بيحصل في التدريب بعد فترة الانترفيو وخلاص خلصنا واتقبلت ان شاء الله وخلصت الكشف الطبي ودخلت على التدريب بتاع الضيافة الجوية. ايه اللي بيحصل؟ تابعوني لحد اخر الفيديو عشان في معلومات كتير جدا مفيدة. انتظروني. اهلا بيكم مرة تانية. خلاص اتفقنا، النهاردة هنتكلم عن التدريب بكل تفاصيله وحاجات كتير جوه التدريب. طبعا انا هعمل الفيديو ده تقريبا هيبقى حوالي 20 دقيقة، فسامحوني الفيديو هيبقى طويل بس مليان معلومات كتير جدا مفيدة جدا، هتخليك بدل ما تروح تدفع 10-15 ألف جنيه في أكاديمية عشان يقول لك الكلمتين اللي انا هقولهم لك دول، فانا هقولهم لك في 20 دقيقة. فلو انت مستعجل ولا حاجة الفيديو ده مش بتاعك. لو انت شخص مهتم جدا بمجال الطيران وحابب الوظيفة دي، يبقى الفيديو ده ان شاء الله هيفيدك جدا وهيوفر عليك فلوس كتير كان ممكن تدفعها في أكاديمية مش هتفيدك بأي حاجة أكتر من اللي أنا هقوله لك. فخلينا نقول بسم الله نبدأ. النهاردة التريننج بدأ. أول يوم في التريننج خليك تبقى فاهم شوية حاجات بتحصل في التريننج الأول. الشركات بتتبع الموضوع دوت علشان تعمل تريننج ناجح جدا. ايه هو اللي الشركة بتعمله؟ اولا لو الشركة مثلا محتاجة 30 شخص، تمام، الشركة بتعين او بتقبل 33 34 35 شخص، لان في 5 هيترفدوا في وسط التدريب. يعني التدريب وهو شغال في 5 هيترفدوا، لان انت مش بتمضي العقد بتاعك الا لما تخلص تدريب وتطلع الرحلتين. خلاص الشخص ده كفاءة ان هو يشتغل مضيف طيران، اذا ابتدي امضي العقد بتاعك. فلو اترفدت قبل المرحلة دي مفيش شروط جزائية عليك ولا عليهم. انت هيقول لك انت ما نجحتش في التدريب، فاحنا اسفين جدا هنستبعدك من التدريب. انا جاي اقول لك شوية حاجات عشان ما تبقاش من الاشخاص اللي هيترفدوا دول. يعني لو هم هيختاروا عدد معين ما تبقاش انت من الاشخاص اللي داخله زياده ممكن تستبعد، تمام. خلينا نقول ان مثلا اول يوم او يومين في التدريب المفروض في حاجه اسمها جرومينج. انت المفروض عارف يعني ايه جرومينج. بالنسبه للولد ان انت تحلق دقنك، ضوافرك مقصوصه، سنانك مغسوله، حاطط ديودرنت، ريحتك كويسه مش نفاذه ما تضايقش اللي حواليك، لبسك كويس ومهندم. طبعا في شركات بيبقى ليها يونيفورم في التدريب وفي شركات تانية لا، بس اغلبيه الشركات بيبقى ليها يونيفورم وقت التدريب. دقنك السوالف ما تبقاش طويله، طبعا شعرك ما يبقاش زي ما انا عامل كده، انا في اجازه فانا سايب نفسي بقى بريح نفسي شويه معلش. فانت لازم تبقى شخص كأنك ده اول يوم شغل ليك. طبعا مش اول يوم تدريب بس، لا، كل يوم تدريب لازم تبقى على اكمل وجه، يبقى شكلك على طول مهندم. وبالنسبه للبنات طبعا برضو لون المونيكير ولفه الطرحه لو انت في شركه بتقبل محجبات، او الشعر بطريقه فورمال. برضو ما يبقاش فيه لبس، يعني لو انت مش لابسه يونيفورم التدريب ما يبقاش لبس يعني مفتوح، او ما يبقاش لبس مش مناسب للتدريب. يبقى يعني على قد ما تقدروا يبقى فورمال، اللبس كله يكون فورمال. ما تبقاش بتشرب سجاير وداخل قبل التدريب شارب سجاير فريحتك تبقى سجاير. خلي بالكم من النقطه دي يا جماعه كويس جدا، لان دي نقطه برضو في الانترفيوهات. لما بتبقى داخل الانترفيو وريحتك سجاير انت مستبعد تماما من الشغلانه، تمام. خلي بالكم من شويه الحاجات دي، فعشان ما تبقاش من الناس الضحايا بتوع التدريب، لان كل تدريب لازم هيكون فيه ضحايا، لان هو لو ما عملش كده مش هيقدر يسيطر على كل الناس اللي موجوده. فهتلاقي في اول يوم او يومين تدريب لازم حد هيجي متاخر، هتلاقي حد جاي متاخر مش هيتهاونوا معاه خالص. لو حد جاي متاخر 5 دقايق حتى مش هيتهاونوا معاه خالص. خلي بالكم من النقطه دي يا جماعه كويس جدا،
لان اللي هيتاخر اول واحد نسبه 90% هيترفد، او خلاص هيقولوا انت مستبعد مش هتخش التدريب. فاذا لو انت تدريبك بيبدا الساعه 7 الصبح، تبقى هناك الساعه 6 ونص، تبقى انت انا جاي، انا عايز اشتغل، انا هقف قبل ما التدريب يبدا كمان بساعه، مفيش مشكله عادي. هو شهر او شهر ونص هتتعب فيهم شويه قبل ما تخش على الشغلانه ان شاء الله. دقنك كل يوم تتحلق، كل يوم، يعني مش انا دقني مثلا خفيفه، لا طب انا حلقت امبارح يبقى النهارده لا مش هحلق، لا كل يوم لازم تحلق دقنك، حتى لو خفيفه بسيطه، لكنك في الجيش بالظبط، تحلق دقنك كل يوم علشان تبقى باين كل يوم كأنه اول يوم. هم عايزين ناس كده يا جماعه. وبالنسبه للبنات برضو اللون المونيكير ما يبقاش حاجه فاقعه، لون الميك اب ما يبقاش حاجه فاقعه. طبعا ده لو هم ما قالولكوش تعملوا ايه، يعني في طبعا شركات بتقول لكم لون المونيكير ايه، لون الروج ايه، لون الحاجات بقى بتاعت البنات دي، كل حاجه بتبقى بدرجات الوان، ما ينفعش حد يعني يحط الوان بمزاجه. خلصنا النقطتين بتاع عشان انت ما تبقاش ضحيه للتدريب. تمام، انت داخل دلوقتي التدريب وخلاص، قعدنا في الكلاس زي المدرسه بالظبط، او زي كورس او اي حاجه، بتقعدوا زي ما انتوا حابين، ويبقى معاك قلم ازرق، يبقى معاك قلم ازرق على طول معاك. تمام، ومعاك طبعا كشكول عشان لو حبيت تكتب اي نوتس ورا الانستراكتور اللي هيلقي عليك المعلومات. الانستراكتور الاولاني عامه اللي هيدخل لك مش هيديك حاجه ليها علاقه بالشغل قوي، يعني هيديك جنرال ايديا كده عن الشغلانه، هيكلمك عن حاجات كتير في الشغلانه فيها تفاصيل كتير. انا مش هقول لكم التفاصيل دي، انا مش بعمل تريننج، يعني هذا الفيديو مش تدريب معتمد، انا بقول لكم فكره عامه عن اللي بيحصل. هيقول لك الشغلانه عباره عن ايه، انت مطلوب منك ايه، الشركه هتقدم لك ايه خدمات، الشركه هتقدر توفر لك ايه، لو انت مثلا تعبت لا قدر الله، يعني هيقعد يديك فكره عامه كده عن الشغل وعن المجال دوت كله، لان اغلبيه الناس اللي بتبقى داخله بتبقى لسه يعني انيشيال، اسمهم انيشيال، فما يعرفوش حاجه، فهم بقى بيبتدوا يعرفوك واحده واحده. خدنا وقت كبير في الجزئيه دي، ولكن الجزء ده مهم جدا جدا جدا، لازم الناس تخلي بالها منه، ان انت ما تترفتش وانت في التدريب. خلي بالكم يا جماعه من النقطه دي، عشان الشركات بتضحي بعدد 5 أو 6 عشان كل الباقي يفضل خايف، وانت احنا مش عايزينك خايف، احنا عايزينك عارف اللي عليك فبتعمله، مش هتخسر حاجه لو انت مشيت على القوانين دي. خلينا نبدا بقى التدريب الحقيقي. هيبتدي يخش لك شخص او واحد او واحده عربي او اجنبي، طبعا انت اللغه الانجليزيه هي اللغه الاساسيه، فهو لو هيشرح حاجه هيشرح بالانجلش. فخلينا نبدا ان التدريب جزئين، في جزء نظري دوت، ما فيش حاجه تشوفها، يعني مفيش حاجه ملموسه في ايدك تقدر تمسكها في ايدك فيقول لك ده في تدريب عملي، لكن ده كلام نظري هتبتدي تدرسه وهتمتحن في كل حاجه، خلي بالك، فلازم تذاكر كويس جدا. وفي جزء تاني عملي هتدرسه برضو نظري قبل ما بعد كده تروح تطبقه في مكان اللي فيه التدريب، مركز التدريب. هسيب لكم صوره هنا، ده المركز التدريب اللي انا كنت بتدرب فيه في الخطوط السعوديه. كمان هيسلموك شويه اوراق، الاوراق دي مهمه جدا، لان الاوراق دي هتفضل معاك طول الفتره اللي انت شغال فيها، هتفضل محافظ عليها، وخطر جدا وغلط جدا ان انت تفرط فيها او تطلع الاوراق دي لحد بره، فانا برضو مش هقدر اوريكم الاوراق دي. الاوراق دي عباره عن ايه؟ او الكتب او المنهج اللي انت هتمشي عليه. الكتاب الاولاني الاساسي هو المانيوال، كتاب بيبقى كبير كده ما شاء الله، يعني حاجه ممكن تعدي ال 500 ورقه او اكتر كمان من 500 ورقه، بيبقى متقسم شابترز. الشابترز دي كل حاجه ليها امتحان، كل شابتر من الحاجات دي هتمتحن فيه، وطبعا دوت برضو جواه العملي والنظري، يعني الاتنين مع بعض. كمان بتستلم حاجه اسمها تشيك ليست، التشيك ليست دي بقى بتبقى تعتبر حته من ايدك بعد كده، يعني هي دي بعد كده بتشتغل بيها في كل حاجه في الطياره. وانت في الطياره بتشوف البوزيشن بتاعك ايه، نوع الطياره اللي انت طالع عليها ايه، لو انت معاك اكتر من طراز، بعد كده بتبتدي تطلع التشيك ليست. انا البوزيشن بتاعي مثلا النهارده انا رقم كابين كرو ممبر نمبر 5، فنمبر 5 في الطياره الفلانيه المفروض يقعد عند الباب الفلاني، ده المكان بتاعك.
واحد المفروض يشيك على كذا، 2 يشيك على كذا، 3 يشيك على كذا، وبعدين بيقول لك بتشيك ازاي. وبعد كده الناحيه الثانيه من التشيك ليست، اوكي تمام، طالما لقيتها كده يبقى كده صح، ما لقيتهاش غير كده على طول تبلغ السوبرفايزر بتاعك ان في حاجه غلط هنا. ليه عاملين التشيك ليست دي؟ لان مفيش انسان ما بينساش، كلنا بننسى، ومفيش حد ما بينساش مهما كان خبره، مهما كان بيطير بقاله 20 سنه، مفيش حد ما بينساش. اذا التشيك ليست ده هو ايدك ورجلك جوه الطياره، ده اللي انت هتمشي بيه في الطياره طول حياتك وانت شغال. فطبعا الحاجه دي ما ينفعش تضيع منك، والحاجات دي بينزل لها ابديتس وبينزل لها حاجات تجديديه، طبعا ليها بقى طبعا طرق تانية عشان تروح تجدد التشيك ليست بتاعتك، ويبقى ليك طبعا نسخه اونلاين على الويب سايت بتاع الشركه بالاكونت بتاعك. وكمان بتستلم كتاب تاني اصغر شويه اسمه announcement book او كتاب الاشعارات. ده لما تحب تقول اشعار مش بتقوله من دماغك، يعني مثلا احنا قربنا ننزل في المطار الفلاني، مش هتقول يا جماعه احنا ان شاء الله هننزل في المطار دوت كمان نص ساعه، لا، في صيغه باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه، وفي لغه ثالثه لو انتوا في طالعين على ديستنيشن محتاج لغه ثالثه غير اللغه الانجليزيه. طبعا كل ده بيبقى مكتوب وانت بتمشي عليه بالاناونس بوك. خلاص دخلنا على التدريب وسلموك الاوراق بتاعتك. التدريب مقسم الى اجزاء كتير، انا هقول لكم بس نبذات عنها، مش هقول لكم يعني ايه اللي بيحصل في التدريب دوت، ولكن هقول لكم يعني الهيدلاينز بتاعت كل جزء او كل شابتر في المانيوال دوت. عندك حته في المانيوال اسمها CRM، انا بكلمكم لحد دلوقتي في الجزء النظري بتاع التدريب. الCRM دوت او الكابين كرو ريسورسز مانجمنت، دي الماده اللي بتنظم علاقه الشركه بالكرو، وعلاقه الكرو ببعضه، وعلاقه الكرو بالكوكبيت كرو اللي هم الطيارين، وعلاقه الكرو بالاوبريشن، وعلاقه الكرو باي حد، بالركاب، باي حاجه. ازاي تدير علاقاتك، وازاي تخلي كل النقاشات بهدوء، وازاي تخلي كل المشاكل تتحل بسهوله، وازاي تخلي نظرتك اكبر من نظره المشكله نفسها اللي انت فيها عشان تقدر تحكم على الامور ببساطه وكل حاجه تعدي. ده باختصار الCRM، العلاقات. ازاي تبقى علاقاتك جيده جدا ومفيش حاجه تخرج بره الكتاب اللي هو في ايدك اللي انت ماشي عليه. بعد كده تيجي في جزء تاني حاجه اسمها SOP، الستاندرد اوبريشن بروسيجرز. ايه دي؟ عباره عن ايه؟ دي اي حاجه في كل فعل ليه رد فعل. ستاندرد اوبريشن بروسيجرز دي انت اي حاجه لقيتها كده بتعملها كده، حاجه في الامرجنسي، حاجه في الريليشن، حاجه في السيرفيس، حاجه في علاقتك بالكرو، علاقتك بالركاب. الشركه والطيران المدني عملوا الSOP عشان محدش يتصرف من دماغه، محدش يعمل حاجه بره المنطق. فهم اخترعوا جميع انواع السيناريوهات اللي ممكن تحصل في الطياره. طبعا في حاجات ممكن تخرج بره، ولكن مع خبرتك بالمواقف اللي قبل كده هتلاقي نفسك قادر تتصرف في اي موقف حتى لو جديد مش مكتوب قدامك. وهم مش بيديك امثله، يعني لو واحد مثلا عمل كذا فانت تعمل كده، لا، هو بيديك حاجه كبيره انت بتدرسها في فتره كبيره، تقدر بعد كده تتصرف في حاجات كتير لما تدرس حاجه زي كده. هو انا قلت في الامرجنسي، يعني لما في الستاندرد اوبريشن بروسيجر حصل حريقه، هعمل 1 2 3 4، تمام؟ دي امرجنسي بس برضو موجوده في الستاندرد اوبريشن بروسيجر. ده شابتر تاني وهتمتحن فيه. وبعد كده هتدرس حاجه اسمها ايركرافت تايب، يعني نوع الطياره. مش كل الشركات بتستخدم نوع واحد بس من الطيارات، في شركات كبيره ما شاء الله عندهم اسطول كامل متشكل من جميع انواع الطيارات، ايرباص وبوينج. والايرباص جواها 5-6 طرازات، والبوينج جواها 5-6 طرازات بريجستريشنز مختلفه، بموديلات قديمه، بموديلات جديده. وكل طياره ليها شكل وطريقه تعامل مختلفه عن التانية. مفيش مضيف طيران يقدر يطير على اكتر من 4 طرازات. ده بالنسبه للرخصه بتاعتي، لان انا الرخصه بتاعتي رخصه تركيه، فانا الرخصه التركيه بتاعتي ما تقدرش تشيل اكتر من 4 طرازات عشان ما يحصلش تشوش يعني في دماغي ان انا ابقى حافظ اكتر من 4 طرازات فاتلخبط. يعني هي كده ما ينفعش تشيل اكتر من 4 طرازات. ده بالنسبه لرخصتي. مش عارف بصراحه الرخصه المصريه تقدر تشيل اكتر من كده ولا لا، بس ما اظنش، برضو دي قوانين طيران وما اظنش ان في اكتر من 4 طرازات.
الايركرافت تايب هنجيله تاني في الجزء العملي، ولكن انت بتدرس نظري كل جزء في الطياره بالصور، طبعا هتبقى موجوده في المانيوال كل ده، وطبعا هيبقى فيه بروجيكتور ورا الانستراكتور بيوريك برضو كل حاجه على الشاشه. بعد كده في حاجه اسمها سكيورتي، دي برضو بتدرسها. سكيورتي من اسمها يعني سكيورتي، يعني مش عارف يعني ايه، ممكن تبقى بالعربي يعني سكيورتي، ازاي ما حدش يضحك عليك في الطياره ويحط حاجه غصب عنك، ده بكل بساطه يعني ده السكيورتي. ازاي ما يبقاش في حاجه داخل الطياره تدخل او تخرج من الطياره الا وانت عارف ايه اللي دخل الطياره وايه اللي خرج من الطياره. ده باختصار شديد جدا هو ده السكيورتي. والسكيورتي ليه جزء في الشغل برضو كل يوم انت بتشتغله، وكل يوم لازم بتعمل حاجه اسمها سيفتي اند سكيورتي سيرش او كنترول. كمان في حاجه اسمها SMS او سيفتي مانجمنت سيستم. سيفتي مانجمنت سيستم ده حاجه ضخمه جدا، وحاجه مخليه قطاع الطيران المدني في سلام وامان اكتر من اي مواصله في العالم. الجزء بتاع السيفتي مانجمنت سيستم ده او باختصار SMS. ليه مخلي الطيران المدني في امان؟ علشان هو دوت اللي بيتوقع اي مشكله ممكن تحصل، ما بيسيبوش حاجه للصدفه. والله انا شفت مثلا النهارده جزء معين في الطياره بيتلخلخ، تمام، طب انا مش عارف اعمل ايه، انا مش تكنيشن او انا مش اختصاصي ان انا اعمل كده، فانا ببلغ السوبرفايزر والله انا شفت الجزء ده مثلا فيه مشكله. انا بديكم مثال يعني، جزء مثلا في الطياره معين فيه مشكله، ممكن ابقى انا شايفه تافه او حاجه ملهاش لازمه، ولكن السوبرفايزر بياخد اكشن وبيكتب ان الجزء الفلاني كذا، وبيوصل للتكنيشن. التكنيشن يجي يبص كذا 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 كذا، لا دي سليمه ما فيهاش حاجه، لا دي حاجه عاديه، لا دي حاجه عايزه تتغير، لا دي حاجه بايظه. ما عندوش برضو اختيارات، يعني هو ماشي برضو بحاجه اسمها MEL او مينيمم ايكيوبمنت ليست، ما يقدرش يخرج براها. طب انا شفت السوبرفايزر تخاذل ان هو ياخد اي اكشن، وما لقيتش اي تكنيشن يجي يعمل اي اكشن ويصلح الحاجه دي او يبص عليها حتى. اذا انا المفروض هعمل حاجه، يعني انا كمضيف طيران المفروض هعمل حاجه. ايه اللي انا هعمله؟ هرجع لما بخلص رحلتي في حاجه اسمها SMS ريبورت. انا المفروض هعمل تقرير عن اللي انا شفته دوت، والله 1 2 3 انا شفت كذا، وبلغت السوبرفايزر، والسوبرفايزر ما خدش اي اكشن، والتكنيشن كمان ما جاش بص على الجزء دوت في الطياره، فاذا طرنا بالطياره وهي كده. ده مفهوم، ده مش انت كده مش عصفوره، هو ده شغلك، ده جزء من شغلك، انت لازم تعمل كده عشان هو ده امن وسلامه الطيران، هو ده شغلك. ده ما تفتكرش ان انت كده عصفوره وانا ببلغ عن اصدقائي، لا دي حاجه، ده حياتك وحياه الركاب وحياه اصدقائك كمان. اذا وكمان ما تخافش ان الجزء دوت ما بيكشفش مين اللي قايل، يعني محدش بيكشف مين اللي بلغ البلاغ دوت، على طول يحصل انفستيجيشن، وعلى طول يحصل من SMS دايركتور او المانجر يبعت للمينتنس مانجر ان الطياره الفلانيه بالريجستريشن الفلاني حصل فيها مشكله لازم تروح تصلحها. ده الصح، يعني ده اللي المفروض يحصل عشان الطيران يفضل على طول افضل وسيله مواصلات وامن وسيله مواصلات. في كمان الكواليتي، بتدرس حاجه اسمها كواليتي، ازاي تبقى شركه قويه بكواليتي عالي، وان الكواليتي ما يقلش او يعني هو يعلى اوكي مفيش مشكله، لكن هم على طول هتلاقيه في الجزء العالي، ولكن هم مش عايزينه يقل عن لاين معين، ما يبقاش اقل عشان دوت بيأذي الايمج بتاعت الشركه. كمان بتدرس في النظري حاجه اسمها سيرفيس بروسيجرز. سيرفيس بروسيجرز دي بقى ازاي بتقدم الاكل، ازاي بتقدم الشرب، ازاي ازاي تخدم الركاب وتحسسهم ان هم يعني اهم، كل واحد يحس انه اهم واحد في الطياره. هي دي السيرفيس بروسيجرز. انا هعمل جزء تاني للفيديو لان انا شايف الفيديو دلوقتي داخل في 20 دقيقه، هعمل جزء تاني دلوقتي وهنزل جزئين. لو انت حابب تكمل هتقدر تتفرج على الجزء التاني، مش حابب تكمل يبقى هتوقف لحد هنا لو انت حاسس ان انا مش بفيدك. وفي اخر الفيديو ده هفكركم المره دي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تشوف كل الفيديوهات اللي جايه. اشوفكم على خير، السلام عليكم.